يعني واحد يعني فقط عن الجو لا. بعض المجموعة يأخذ الميقات من على الجو نعم، وأنتم أخذتوهم من الجو. فيما بين قرن المنازل ويلملم، نعم. والباقون يأخذون الميقات من المطار نعم. لما وصلنا هنا. يعني كده. فأنت ماذا أخذت أنا أخذت من على الجو. من على الجو؟ أين ذاك؟ طب انا عادة اصور بس مو لازم اصور. لكن لا تنسوا أن ترسل لي الصورة. مواقيت الإحرام. نعم. هو ما راح مواقيت الإحرام زمني ولا مكاني؟ في زماني وفي مكاني. مكاني. مدى سهولة لا، هذه أنت أتيتها بالميقات جوي صح؟ أيوة، بنقل الجو. لم تأتي هنا ميقات معين؟ لا، على طول من مطار بندا أتشي عاصمة من محافظة في أقصى غرب إندونيسيا. نحن لسنا جئنا من جاوا، لكن في جزيرة مصر، فعاصمتنا تقع في أقصى غرب إندونيسيا. مدى سهولة الميقات هو ما عرف الميقات، هو ما في الجو جاي فما في ميقات هنا. فلذلك نحن اضطررنا أن نخرج من البيت بملابس الإحرام. نحن خرجنا من البيت بملابس الإحرام ودخلنا إلى الطائرة، لكننا ندخل إلى نية الإحرام لما وصلنا إلى ما بين يلملم وقرن المنازل. على خمر خلقة. نعم نعم. ما مدى رضاك عن الاستقبال والترحيب فيه؟ جدا يعني جدا جدا. جدا؟ يعني 5 نجوم. لكن أنا سمعت أن قالوا أن السعوديين صعب. أنا ما رأيت ذلك هنا. إذا رأيت الموضوع صعب؟ صعب؟ لا لا لا، يعني لا أقصد حسن الاستقبال الحاد كده. ما مدى سهولة الوصول إلى مقر السكن من المطار؟ ليس هناك أي مشكلة. يعني سهل؟ ما مدى رضاك عند تواجد ممثل الشركة بمقر السكن؟ رئيس الشركة. رئيس الشركة؟ أنا لم ألتقي برئيس الشركة. أنا ألتقي في واحد اسمها ندى تقريبا، ندى الأخرى هي تتكلم عربية لكنها أظن من نسل الإندونيسيين. نعم. مترجم. هاي جميل جميل. وهي تسأل، لكن لما وصلنا تسأل أنت في أي موعد تريد أن تخرج إلى الطائرة؟ فقلت لو أنا أريد مبكرا قبل العصر أو بعد العصر مثلا. وهي قالت أن بعد العصر زحمة. طيب إذا بعد العشاء. بعد العشاء برضو الباصات تأتي من الحرم وتأخذ جماعات ناس، ثم تفضل الباصات من الناس ثم تعود. لا تأخذ ناس من الفندق، إنما تعود إلى الحرم لتأخذ مجموعة. فلذلك أنت لا يوجد أمامك خيار إلا أن تأخذ يعني الموعد في الساعة 11 ليلا. ما مدى رضاك عن خدمة العملاء بمقر السكن؟ أنا لم ألتقي بهم لأنني دخلت اليوم لم تذهب أذهب إلى أي مكان. يعني كم تعطي 5 نجوم من 5؟ تتوقع يعني؟ أنا لم أتوقع يعني هذا 5 نجوم. لم أتوقع يعني ممكن لا 3 ممكن 3 نجمات أو 4 كده أكثر شيء يعني 3 نجوم. ما مدى
رضاك عن آلية نقل الأمتعة من الحافلات إلى هذا السكن؟ جميل، لكن أنا لم أستلم حقيبتي إلى الآن؟ حتى الآن. أنا لا أعرف هل هي وصلت أم لا. يعني لو أنها وصلت أنا لا أعرف في أي طابق في أي طابق. لا تقلق، هم نعم أنا لا أقلق إن شاء الله. أنا على اليقين على أنها وصلت وهي في أمن وأمان إن شاء الله. كم نجمة تقيم؟ كم نجمة تقيم؟ لحد الآن لم تنتهي حقيقة. كم تقريبا؟ تقريبا 2 يعني 4. 4 ممتاز. لم يستلموا بعد. ما مدى رضاك عن الفترة الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات التسكين هنا؟ إجراء لي؟ التسكين حتى تسكن هنا في أوه الغرف. لا بسيط. أظن الحكومة الإنشاء جعلت لجنة، واللجنة يعني بتعمل الاتصالات ما بينهم وبين المسؤولين منها. فلذلك لما وصلنا كل شيء جاهز، يعني كل شيء جاهز. أنا جئت إلى المسؤولين وقالوا لي أنت حجرتك رقم كذا. مباشرة. جيد. يعني 5 نجوم؟ 5 نجوم. ما مدى رضاك عن توفر وجبات ضيافة في الاستقبال؟ طبعا اليوم مش وجبات، يعني طعام بسيط، يعني ماء سمر؟ أظن ليس هناك تمر وسواك، مش طعام. أوكي. كم تقييمك؟ يعني لحد الآن لم يأتيك ضيافة طعام. لا خلاص، يعني طبعا هذا وجبة التي عدتها الحكومة الإندونيسية خلاص بدأت. أنا أخذنا نصيبنا اليوم من المطبخ تقريبا. الحمد لله. جيدة يعني. جيد. هل تحتاج إلى خدمات خاصة بذوي الاحتياجات؟ لا. اليوم نحن سنخرج إلى الطوارئ ومعنا تقريبا 28 واحد ذوي الاحتياجات تحتاج إلى الكراسي المتحركة. لكن أنت شخصيا لا تحتاج. لا أنا لا أحتاج. وسألوني يعني كيف نحصل على الكراسي المتحركة أولا، وثانيا ومن يدفع. من يدفع؟ طبعا نحن في المجموعة عددنا 393. ومن هذا العدد الموظف 8 والذين يحتاجون يعني ذوي الاحتياجات 28 نعم صحيح. يريدون كراسي متحركة. يعني تحتاج. نعم. نعم. وكيف نحصل على هذه الكراسي أولا؟ وكيف نستطيع أن نجد من يدفع؟ صحيح. أنا لم أعرف هل في الحرم معد كل شيء؟ نعم، لكن هل نستطيع أن نحصل إلى هذه الأشياء من هنا من الفندق؟ لأننا كيف نحملهم إلى الحرم بالباص؟ وكيف نذهب من موقف الباصات إلى داخل الحرم مع ذوي الاحتياجات؟ ما مدى رضاك عن السرير؟ سرير جميل. يعني 5. 5.
النظافة في السكن؟ كيف دورة المياه؟ دور مياه جميل برضه. والمصاعد كيف؟ طبعا قبل قليل انا نزلت من المسجد وجدت زحمه شديده امام المسجد. طبعا انتظار طويل، خلاص ماذا نفعل؟ الله المستعان، فصبر جميل. يعني 4 و5 خلاص 4. 4 مثلا. اوه يا يا الله. معلش أخرنا؟ لا ما في مشكله. حسن، ما مدى رضاك عن توفر مندوب خدمة عملاء تابع لشركة النظافة في هذا السكن؟ لأن طبعا هذا وجود العملاء يساعد على أداء جميع البرنامج باستقبال الخدمات يعني 5 5. ما مدى رضاك عن توفر عبوات زمزم يوميا بمحل السكن؟ اليوم أنا جئت لم أعرف، لكن أيام ما كنت في فندق في روضة وجدت أن زمزم يأتي يوميا. لا لكن هل رأيت اليوم؟ أنا لم أرى زمزم. 5 ولا 4؟ خلاص 4 ولا أقل؟ لا ممكن أقل لأنني لم أجد. 2 ولا 1؟ ممكن. 2 عشان نستدعي لكن لماذا مختلف بين هذا الفندق والفندق الآخر؟ يعني هذا تبع الخدمات خدمات الفندق ولا خدمات وزارة الحج؟ هل تمت عملية مغادرة مقر السكن في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة؟ طبعا. باقي كم يوم؟ هل رحت المدينة؟ جلست في الفندق؟ هذه المرة لا طبعا، أكيد أنا ذهبت إلى السعودية أكثر من مرة زارا وإكرام. هذه السنة لا لم تكن. هل لديك أي ملاحظات أو اقتراحات تجاه طبعا كل واحد من الناس سواء إندونيسي أم غير إندونيسي أم عربي يريد أن يحصل على أجمل خدمات وأتم الخدمات. وطبعا كلنا يجب علينا يعني شيئا فشيئا سنة بعد سنة أن يعد الخدمة الأجمل، يعني يتطور. هل لديك دحين ملاحظات بعد السنة الجاية تتطور؟ أنا مش لم أتذكر اليوم ملاحظات، لكن يعني تحتاج السنة الجاية تيجي 2025 الخدمات تكون أفضل. نعم يريد أن يتطور بشكل عام؟ بشكل تريد أن تتطور؟ أن تتطور الخدمات بشكل جيد في جميع المجال. جميع النواحي. لكن احيانا بعض السائقين بيطلب النقود لا مش يعني من الجماعة، لكن مش في هذه المرة. أنا تكلمت يعني المرة الماضية هي دراسة المفروض بكشيش زي كذا يبالي لو أوقف من برا
يطلبوا منكم بكشيش مثلا. يعمل مثلا أحيانا ليس كله سائق هكذا، لكن في سائق مثل هذا يؤخر مثلا الرحلة ويعمل هذا مشاكل كذا حتى نعطي لهم البكشيش لكي يرضى. هذه في الرحلة الماضية، لكن هذه لم لا في هذه المرة لم أجد. طبعا أنا هذا أول يوم أنا جيت إلى مكة. هل لديكم ملاحظات؟ خلاص أظن شكرا لك وعلى وجودك. لا شكر على ذلك. لو إن شاء الله في السنوات القادمة طيب لو أنتم تريدون مني المعلومات أخرى يعني أنا مستعد.